وسهلا بيكم حبايب قلبي. النهارده معانا هديه جديده برضو محتاج نعمل لها تنسيق، فيلا بينا مع بعض على طول كده. النهارده برضو معايا المج الستانلي ده، بس المره دي مش لوحده بقى، هيبقى معايا الشنطه بتاعته. الشنطه بتاعته دي بتحط فيها المج كده، تمام. وبندخل ده كده اهو، نقفله من هنا، نقفل عليه كده اهو. كمان بيكون معاها الهاندل دي بحيث ان البنات يقدروا يشيلوها كده كروس، وبيبقى فيها سوسته من ورا عشان لو عايزين يحطوا فيها حاجتهم او حاجه. وكمان فيها الجزء ده من جوه فيه 4 جيوب، ده ممكن مثلا يتحط فيه سناكس، يتحط فيه كوكيز مثلا، تنفع اي حاجه ينفع تتشرب مثلا، يعني حاجه ناكلها جنب المشروب ده، تمام. فدي برضو عايزين نقدمها بطريقه شيك كده. تعالوا نشوف النهارده ايه ممكن نعمل ايه. اول حاجه الهاندل دي انا مش هستخدمها دلوقتي، فهشيلها كده في السكشن اللي جنب المج ده، وهعمل الرابنج هنا. نحط معاه كوكيز عشان تبقى ماشيه مع المشروب ده. اول حاجه هبدا بالفوم بتاعي، هاخد المقاس الاول، ابتدي اجيب السلوفان بتاعي عشان ما نبهدلش الشنطه من جوه. بعد كده هجيب الاوزيس، طبعا دي انا حطيتها في ميه قبل كده، اقطعها بالشكل ده كده. شيل دي خلاص مش هستخدمها. بعد كده هقص السلوفان الزياده، هسيب من ورا السلوفان اللي ورا عالي شويه عشان الجزء ده ما يتبهدلش خالص، ما يوصلوش اي ميه، ما يوصلوش اي حاجه. اهم حاجه في تنسيق الهدايا ان احنا ما نبهدلش الهديه ذات نفسها، يعني مش عشان نطلع حاجه شكلها حلو فالجفت ذات نفسها تبوظ. بنخلي بالنا قوي في الموضوع ده. نبتدي اول حاجه بالورده. طبعا المره اللي فاتت قلت لكم ان لو مش متحكمين بالكتر فتستخدموا المقص احسن. برضو نفس النصيحه المره دي احب اقولها لكم، ان انتوا برضو لو مش متمكنين من الشغل بالكتر يا ريت تستخدموا المقص. شغل الكتر اديكم هنت بسيط كده، يعني احنا لما بنيجي نقص بالكتر ما بننزلش الكتر على صباعنا. يعني انا مش بدوس بالكتر بجيبه على صباعي، لا انا بحط الكتر هنا كده، واشد صباعي لورا، اشد الاتنين لورا مع بعض، يعني ايدي كده ما بتتحركش، تمام. بحط على الورده، بحط الورده هنا كده وبشد لورا، ما بقربش الكتر من صباعي عشان ما تعورش. انا بشد الاتنين مع بعض وانا صباعي والكتر نفس الشكل ده كده بالظبط. اوريك واحده تانية كده قرب شويه اهو، تمام. مش عارف انتوا شايفين ولا لا بصراحه، بس هو مثلا كده بيبقى بيتم كده. الصباعي والكتر ما قربوش من بعض خالص. هحاول اعمل لكم ليها فيديو متقرب لوحده، بس في فيديو تاني مش الفيديو ده. ابتدي بقى ادخل لون تاني معايا زي لون الموف كده او البينك، عشان طبعا الهدايا زي ما انتم شايفين كده الوانها كلها بينك اصلا. بعد كده هجيب البينك الفاتح ده، ابتدي برضو اكمل الجزئيه دي. ولو حد بيسأل مثلا طب انا اجيب افكار تنسيق هدايا منين؟ يعني انا مثلا دلوقتي جات لي هديه فجأة، ميل دخل عليا طلب ان هو يعمل رابنج لهديه، وانا مفيش حاجه في دماغي مثلا. يعني انت تجيب افكارك منين؟ اولا اهم حاجه ان انت تتفرج كتير، يعني تتفرج على شغل ناس كتير، تفضل تغذي بصرك، يعني تعمل تغذيه بصريه عشان يبقى عندك كميه افكار كتير في دماغك، بحيث ان لما يجيلك اوردر انت دماغك
اوتوماتيك تترجم الافكار الكتيره اللي في دماغك دي لحاجه تنفع معاه. انما من غير ما تتفرج كتير انت هتبقى دماغك يعني فاضيه، ما فيهاش افكار، فمش هتعرف مش هتعرف تبدا حاجه، يعني مش هتعرف تعمل حاجه جديده، ولا هتبقى عارف مثلا تنسيق الالوان بيمشي ازاي. لازم تبقى قاعد بتغذي بصرك وبتاخد معلومات كتير وبتاخد افكار كتير والوان كتير، لحد ما انت ساعه لما يجيلك العميل انت ساعتها هتعرف تلاقي حاجه من اللي هم اللي في دماغك دول نورت ساعتها ان هي دي اللي لازم تتعمل. انا كده خلصت الورد. نيجي بقى نحط الكوكيز اللي معانا. 3 قطع كوكيز اهو، ده هنا وواحده هنا. لسه في عندي فراغات فاملاها ممكن بقى بورد او ببيبي فلاور. انا بصراحه هعملها بالبيبي فلاور بس. وبكده نكون خلصنا الهديه بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو عندكم برضو اي اسئله ما تنسوش تسيبوها لي في الكومنتس، وما تنسوش طبعا انكم لو وصلتوا لحد هنا انكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه وتستفيدوا اكتر واكتر. لسه هنزل لكم حاجات تانية كتير. ولو برضو انتوا عندكم اسئله حاجات معينه عايزين تعرفوها اسالوني في الكومنتس وهتلاقوني برد عليكم ان شاء الله. بس واتمنى تعجبكم. السلام عليكم.